في كارثة بتحصل يا جماعة في كل بيوتنا، ربنا يعافينا منها. أنا حبيت أنوه وأوضح عن النقطة اللي غايبة عن أي حد. أي حد عنده شاحن تليفون ما يسيبهوش في البريزة بتاعت الكهرباء، لأن دي كارثة سودة. كهرباء عندنا هنا عموما في مصر مش ثابتة، والكهرباء عندنا متردده، بترفع شويه وتنزل شويه. مجرد تحط الشاحن وتسيبه بالليل، تسيبه بالنهار، حتى لو التليفون مش مشحون او التليفون مش عليه الفيشه، ما تحطش الشاحن وهو راكب على الفاضي، لان دي كارثه سودة. مش هطول عليك كتير، انا عاوز احصر لك كلامي في فيديو صغير هبعته لك دلوقتي وهتفرج عليه. اتفرج على الفيديو وانت هتفهم انا قصدي ايه. تمام. اظن طبعا انت شفت الفيديو وفهمت ان انا هقول ايه او عاوز اقول ايه من الفيديو ده. رجاء للمرة المليون، محدش يسيب الشاحن بتاع التليفون في البريزة على الفاضي او في الكهرباء على الفاضي. اشحن التليفون واخلع الشاحن وحطه على اي درج، حطه على اي مكان ما يكونش واصل للكهرباء. الكهرباء عندنا مش ثابته، في ثانيه الا ثانيه الكهرباء زادت كانت هتولع في البيت كله. وبالدليل حتى جبت لك فيديو اهو، فيديو لسه دوبك نازل بقاله يومين ثلاثه، حبيت اوضحهم بس. رجاء يا جماعه، رجاء اللي يشوف الفيديو ما يسيبوش عنده، يشيره للناس كلها عنده، لان ديت بلوى سودا انك تسيب الشاحن في البريزه راكب حتى لو مش بتشحن التليفون. دي بلوى سودا ربنا عافينا منها. مش هطول عليك كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.